السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده يا حبايب قلبي كده جايلكم كده بوصفة جميلة جدا، يعني اكلة كده، بصوا يعني عشق العشق كده. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كده فراخ في الصينية بطريقة جديدة ومختلفة. جربوها ومش هتندموا، هتعجب ولادكم قوي وهتعجب اي حد ياكلها ومش هتبطلوا تعملوها زي كده. صلوا على النبي كده يا حبايب قبل اي حاجه، واذكروا الله ودعونا دعوة كده حلوة من قلبكم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. وحبايب قلبي، لو لسه أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ياريت فضلا وليس أمرا تشتركولي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديوهات بتاعتي، عشان ان شاء الله باذن الله القناه بتاعتي تكبر بيكم كده ان شاء الله، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. يلا بقى كده نبدا الوصفه بتاعتنا كده خطوه خطوه. زي ما انتم شايفين انا جبت بصلايه واحده بس، انا جايبه 4 وراك، فانت هتحطي المكونات اللي انا هحطها دي حسب الايه، حسب الكميه اللي انتوا جايباها يعني. انا عملت بس هي بصلايه واحده، ماشي. فرمتها في الخلاط مع ربع كوبايه زيت، وطبعا حطيت شويه شطه، وزي ما انتم شايفين طبعا الشطه دي حسب الرغبه. اللهم صل على سيدنا محمد. خليكم معايا لاخر الفيديو هتشوفوا الطريقه جميله وسهله، والله العظيم بجد سهله وبسيطه وهتعجبكم. هنا بقى ايه، زي ما انتم شايفين حطيت شويه الشطه مع البصل، ماشي. وهنا بقى جبت كي ب10 جنيه خلطة فراخ. ولو في برضك الكيس اللي هو بيبقى يعني كيس كده لوحده كده ماشي، انا ملقتش بصراحة اكياس، فانا جبت ب10 جنيه خلطة فراخ. زي ما انتوا شايفين كده حطيت نصهم بس، برضك انت هتحط على ايه، على قد الكمية اللي انت هتجيبيها. والكيس دوت برضك كيس خلطة شاورما، برضك حطيت برضك ايه، نصه. ده بيبقى فيه بقى بصل بودر وتوم بودر والكلام ده كله، ماشي. وهحط طبعا نص كيس الصلصة ده، الصلصة دي اللي هو الحجم الكبير، ماشي. هحط نصه كده على الخلطة بتاعتنا دي، واقلبها كلها كده مع بعض، ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. المكون بقى اللي هيخلي الفراخ كلها صلي طرية على كده، محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هيخليها طرية، بصوا يعني هتوديها اصلا في حتة تانية كده، وطعم بص خطير. هنا علبتين زبادي، ماشي. انا جبت علبتين، حطيت علبة ونص بس، ماشي. وهقلب ده كله كده مع بعضه بردك. وايه، وطبعا انا غاسله الفراخ غسله كويسه، طبعا نقعها بملح وليمون، واللهم صل على سيدنا محمد، وشويه دقيق، ماشي. ولو انتي مش مستعجله ممكن الخلطه دي كلها كده بالفراخ ممكن تبيتها في التلاجة لو هي جاهزه عندك قبلها بيوم. لو مش جاهزه عندك كده زي حالاتي، فانت ايه مش هتاخد معاكي اصلا، لان الزبادي كده كده بتخليها طريه وكده وجميل، ماشي. حطيت بردك هنا شويه زيت كده صغيرين كمان. وبرضك اوعي تحطي ملح مع الخلطة دي، لان الخلطة دي بيبقى فيها كل حاجة، اللي هي التوابل اللي هي خلطة الفراخ بيبقى فيها ملح، وكيس الشاورما بيبقى فيه ملح. هنا بقى ايه، عشان خاطر كيس الصلصة هحط بقى شوية سكر صغيرين خالص، يعني شوية صغيرين كده، عشان ايه يعني الحموضة يعني وكده. تمام، هقلب بقى المكونات كده زي ما انتم شايفين كده كلها كده في قلب بعضها، مش. وهجيب بقى الوراك بتاعتي، طبعا غسلينها غسلة كويسة، وايه وممكن تنغزيها كده بالسكينة، ماشي. وممكن تحطيها كده عادي، ماشي. انا بس هعمل يجي 2 3 كده بالسكينة، والباقي كله هحطه بقى كده كده كده. اصلا الوراك مش بتاخد ايه سوا قوي يعني زي الاكتاف والحاجات دي. انا النهاردة استعملت يعني جبت الوراك، ماشي. هحط كله كده مع في الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها دي، ماشي. وهقلبها كده مع بعضها كده. انا والله سبتها حوالي نص ساعة بالظبط، ما كترتش يعني، لان انا اصلا كنت عاملة الاكل متأخر في اليوم ده.
ماشي، جربي الطريقة دي، مش والله العظيم بجد بص مش هتبطلي اصلا تعمليها، وسهلة وبسيطة ومش بتاخد اصلا وقت خالص معاكي. كده بقى هقلب مع بعض اهو كله كده في قلب بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هدخل كل المكونات دي بالزبادي وكل حاجة في قلب الفراخ، وزي ما قلتلكوا هسيبها كده حوالي ايه، والله هي نص ساعة، نص ساعة. وبعد كده ايه يعني فضيتها بقى في الصينية وعلقت عليه. بص دخلي، حاولي تدخلي كل المكونات دي في قلب كده الوراك كده، وخليها كلها كده داخله في قلب بعضها. هتاكلي احلى صينيه فراخ، ولا بصل ولا اي حاجه خالص، كده لوحدها كده. شوفي بقى، لو عايزه ممكن تعملي جنبها مكرونه اسباجيتي، ممكن تعملها رز محمر، ممكن تعملي رز بسمتي زي ما انا هعمل كده. هما بصراحه الولاد كانوا نفسهم في الرز البسمتي، فانا ايه جبت يعني رز بسمتي. ده طبعا كيلو ماشي. هغسله طبعا كده غسله حلوه، هنقعه الاول شويه بردك، يعني مش يعني بردك حوالي نص ساعه برضه، عبال بس الفراخ كده ما تاخد غلوه. ماشي، وبعد كده هبدأ اعمل الرز. بصوا بقى انا كده برصها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. مش انا عملت اصلا الفراخ دي معاكم مره بردك، بس انا ايه يعني منها الفراخ دي يعني بتبقى طعمها بصراحه يعني ملوش حل، فانا ايه يعني مش بنزهق منها بصراحه. وفي نفس الوقت برضه خفيفه، ما فيهاش بقى قطعيش فيها بصل ولا بطاطس ولا الكلام ده، هي كده لوحدها. هنزل بقى باللي هيتبقى كله كده، الخلطه اللي هتتبقى دي كلها كده هنزل عليها على الفراخ. بص زي ما انتم شايفين كده. فانا برضك ايه هجيب شويه زيت بردك وايه وهحطهم على على الوش كده، وش الفراخ، عشان لما تخش الفرن كده هتطلع لونها جميل. شويه صغيرين كده زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بصفي اصلا الازازه. هوزع بقى كل الخلطه دي كلها كده في الصينيه، ولا هتحطي ميه ولا اي حاجه خالص، هي هتاخد غلوتين معاكي وهندخلها الفرن تكمل سواها جوه بقى. ماشي، طبعا مش هنوطي عليها النار، هنسيبها عاليه، وهنغطيها بقى كده ايه تاخد وتدي كده مع نفسها لمدة حوالي 10 دقايق كده، يا دوبك بس تغلي غلوتين وخلاص. هنا بقى الرز زي ما انتم شايفين اهو صلي على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا ولاد انا منزله برنامج المسلم كل شويه بيذكرنا ان احنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا العين اللي في النص دي بقى، بصوا مطلعه عيني بصراحه، ايدها هتنطفي، ايدها هتنطفي، هريح دماغي خالص واشيلها من على العين دي. نقلتها على العين التانية. طبعا انا غسلت الرز بقى غسلة كويسة وصفيته. ماشي، هحط بقى هنا في الزيت بتاع الرز هحط شوية كركم. طبعا لو عندك ورق لورا حطي، لو عندك اللي هي البلحة دي حطي برضك. انا بصراحة ما كانش عندي الحاجات دي، فانا استكفيت اللهم صل على سيدنا محمد، استكفيت بس شوفوا بقى الصينية خطيرة، ولسه بقى لما تخش الفرن كمان. استكفيت يا حبايب قلبي بالكركم بس. هشوحه بس كده مرة كده في الزيت، وبعد كده ايه هفضي الرز بقى واشوحه تشويحة حلوة، وننشفه طبعا بالمية زي ما انتوا عارفين لازم ننشفه من المية. وبعد كده بقى نزيده. عندك بقى شوربة ماشي، عندك اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن تحطي مكعبية لو ما عندكش شوربة يعني تعمليه مكعبية عادي برضه. انا كان عندي شوربة من الفيديو اللي انا كنت منزلاه بتاع الفراخ والبسل، فانا ايه هزيده بقى بالشرب. بس انا حاطه بقى الشوربه على العين التانية تغلي كده غلوتين، او تقريبا لسه ما حطيتهاش مش فاكره بصراحه. هتنيني بقى اقلب في الرز كده لغايه لما ينشف خالص من الميه. هنا بقى الصينيه كانت كده تمام، انا كده بقى هدخلها الفرن، مش هتاخد في الفرن حوالي ربع ساعه بالظبط، وايه وهتبقى استوت وجميله. انا كده بشيلها كده عشان ايه هدخلها الفرن بقى. ماشي، هي الشوربة بقى على العين اللي انت شايفينها دي هجيبها على العين دي كده يعني عالية شوية،
ماشي. هتغلي بقى طبعا، ويكون الرز كده نشف من المية بتاعته ايه، وهزيدها على طول. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دايما يا حبايب قلبي طول ما انتوا بتعملوا اي حاجة اذكروا الله وصلوا على الرسول، هتبصوا تلاقوا يومكم جميل وحاجتكم بتطلع حلوة. وطبعا الا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما احنا بنذكر الله دايما هنلاقي قلبنا كده رطب وقلبنا كده مطمن من كل حاجة. ربنا يا رب يثبتنا يا رب جميعا ويرزقنا برزق كتير حلال يتعجب له أهل السماوات والأرض. هنا بقى كنت ببص على الصينية، ماشي، اهي عسل. بصوا طالعة عاملة ازاي من الفرن، جميلة. جربوها مش هتندموا، وجربوها وقولولي بالله عليكم رأيكم، والله بجد تجربوها هتعجبكم والله العظيم. هنا بردك الرز اهو كان يستوي مفلفل وجميل. بصوا شوية رز. بص الأكلة دي أصلا جميلة، كأنك قاعدة والله في مطعم كده وبتاكلي الأكلة دي. طبعا الأكلة دي احنا ممكن ناكلها برا في المحلات بالشيء الفلاني. كده بقى يا حبايب قلبي يكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتستفدتوا منها. وما تنسوش كده تجربوها وتقولوا رأيكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراكوا. وربنا يا رب يديم عليكم النعمة والفرحة ويبارك لكم يا رب بيوتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.